اعتدى عليها وكتم نفسها تحت المية لحد ما جالها سكتة قلبية. الناس رجعت تتكلم بقوة عن قضية الطفلة أيسل عمرو بعد ما والدتها ظهرت وكشفت تفاصيل صادمة عن اللحظة اللي فقدت فيها بنتها داخل حمام سباحة في العين السخنة سنة 2023. بتحكي الأم إن أيسل كانت قدامها في المية وما لحقتش تبعد عنها دقايق مع أختها الصغيرة وراحت الحمام غير ولقت الكارثة بتحصل، وبصوت مليان قهر قالت: لقيت أيسل طالعة من غير نفس وميتة. لكن الصدمة الأكبر كانت لما التقرير كشف إنها تعرضت لاعتداء جنسي تحت المية، والمتهم طفل في مدرسة دولية شدها وكتم نفسها واعتدى عليها لحد ما قلبها وقف. وبعد سنين من الوجع محكمة الجنايات حكمت عليه بالسجن 15 سنة، لكن الأم شايفة إن ده مش عدل، وطلعت وقالت: يا سيادة الرئيس، ده طفل قتل طفلتي، بنطالب بتعديل قانون الأحداث، اللي يعمل جريمة زي دي لازم يبقى عقابه الإعدام. قضية أيسل رجعت تشغل غضب الناس تاني وخلت الجميع يتساءل: إمتى المجتمع والقانون هيبقوا رادع حقيقي لحماية الأطفال؟